سلامات يا اهل فلسطين، وش فيكم انتم؟ وش ذي الحركات حقتكم مفاجئة؟ احنا في السعودية كنا في قمة الحب والرومانسية مع اخواننا المستوطنين، وكان باقينا تك على التطبيع. ليش تقتلوا الرومانسية اللي كنا عايشين فيها يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ظاهر انه ما في رضا اقوى من الرضا اللي انتم شفتوه قبل شويه. اذا انت مسلم مؤمن ان هذا القران كلام الله، انت بين خيارين: يا انك تصدق القران وتعرف ان حكامنا راضين عنهم هذولاك واتبعوا ملتهم، ولا انك تكذب القران. وثاني نقطه: فين مشايخ السعوديه والمشاهير يا جماعه؟ ما سمعنا لكم لا حس ولا حتى دعاء. لا يكون شكي في محله ان انتم تمشوا بريموت كنترول. انا ما ابغى اوصل هذه الدرجه. تخيل انه في ممثله اباحيه معروفه قاعده تدعم القضيه الفلسطينيه والمشايخ والمشاهير حقونا ساكتين، وهذا اقوى دليل على انه حتى الممثلات الاباحيات صاروا اشرف منكم رب الكعبه. وانا قد قلت لكم الكلام هذا من اول لكن ما صدقتوني. شوفوا مشاهير الكويت جنبكم، وكل العالم العربي والاسلامي متفاعل بالدعاء ونصره القضيه اللي انتم. واستنوا يوم الجمعه الجاي وشوفوا الخطبه عندنا عن ايش بتكون، يا عن السواك يا عن بر الوالدين. حافظكم رب الكعبه، والله انكم خنتم الدين وخنتم الله والرسول يا مشاهير ومشايخ العار. رساله اخيره الى اهلنا في فلسطين: انتبهوا تعتدوا على النساء او كبار السن او الاطفال، وتعلموا كذلك من سيره النبي صلى الله عليه وآله تعاملوا مع الأسرى، ومهما خذلوكم الطغاة فأنتم منصورين بقوة الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله. أسأل الله أن يجعلكم منهم يا أهل فلسطين. السلام عليكم.